Baby on the microphone. www.facebook.com/killerbrapper. حياتي الأولى التلفاز صديقه، ما في زول غيره يقدر يخفف لو عم ضيقه. لقد غريب أشكال جديدة، ذهول خمول عقله الباطن خلد مان الشاشة قاعد يجري فيه وريده. حتى أصبح التلفاز بالنسبة له صدق مقرب، ما كان عارف إنه قاعد يشاهد لو في عقرب ببص فيه سمومه كله لحظة تصيب ولطقة. حتى أصبحت علاقته ضعيفة مع أكثر شخص مقرب، الوالد والوالدة ما بينه وبينه أي علاقة، والتحرك من مكان أعمال جدا شاقة. حلمه يجسد ما في الشاشة، يصبح باطل خارق يملك قدرة خاصة وطاقة. حاول يجسد أحلامه لكنه تعرض لإصابة، حولت حياته من كآبة لكآبة. لسه ما مشاش وكله لحظة يزيد حماسة، قتلوا عنفه وخيانة كلها تحكس انعكاسة. مرت السنين واصبح طالب في ثانوية، لكن حياته كلها أصبحت عبارة عن تعاسة. خايف وزنه زايد متوتر وانعدام شخصية، أدمن المخدر وقدر يبلد كل حواسه. جرعة ورا جرعة والنهاية مأساوية، آسر جرعة زايدة في مكانه تحول لجنازة. القصة في البداية لسه وصلت للنهاية، بتكلم عنه واقع بيحصل في الدولة العربية. شافعي الشباب ما مشاش زل لعابة، لأنه شافه في الشاشة لابسة ملابس شفافة. الفنان وممثل كل من أصول عربية، نفسه انجذبت ليهم حتى أصبحت شهوانية. التلفاز ما كفاية نفسه تبحث عن كفاية، المقاطع ما كفاية نفسه تبحث عن كفاية. أدمن المواقع المحجوبة والخبايا، لكن ما كفاية نفسه تبحث عن كفاية. بعيش شباب حلم كان تبقى نسخة منا، عشان تبقى نسخة منا لازم تعمل مثله. ترمي الحجاب وتفتخر بكشف عورة، مدام بتشوفه في التلفاز كل يوم مسرورة. قدوة مسلمة من أصل عربية، لازم تبقى مثله، تعيش علاقة رومانسية. شفائف حمرا بلون النار وخدود وردية، تلبس أقصر وضيق الملابس حتى تكون مغرية. شاب شهواني وشاب عاطفية، تبادلوا النظرات واصبحت علاقة عذرية. في عيونه كانت بالنسبة له ضحية، في عينه كان تجسيد للأفلام الرومانسية. مطاعم وفلة وزيد علم طلعت ليلية، قبله رومانسية في السرير مرمية وهو من فوقه ومكانت الضحية. ومكانه الضحية كانت طفلة مقتولة بوحشية بسلة المهملات مرمية. ونحن نلقي اللوم على أمريكا الماسونية، وندعو للدعارة في القنوات العربية. ما مهم وكل ما مهم مدام بجيمة ورقم مالية. انتو قدوة لكل المال الأولوية، ثم يخضعون يقولوا فينا إنسانية. الصدر فاتي والجسم شبه عاري، يساوي أموال زائد حرية شخصية. عشان ينجح البرنامج لازم يزيد الإباحية. ما مهم السلبية، مهم الأوراق المالية. ما مهم الغدوة، المهم تزيد ثروة. وسط بيكم الدناءة في رمضان تكشف عورة. إعلام ملوث يسهل لنا دم بقبح صورة على إنه أفضل صورة، لأنه العقول محصورة. كسبتوا أموال بعد ما زرعتوا شهوة، حتى أصبح عادي في الأقلام عنده. نسبة التحرش دوما ماشية في زيادة، انتوا السبب في موت في الحدث ولادة. تحرش بالأطفال واغتصاب وجهات عندكم ما مقبولة وماشية في زيادة. زرعتوا فينا شهوة والنتيجة ما مقبولة. النتيجة إن أصبحت ممثلة إباحية من أصل عربية، ممثلة مشهورة. حاول انت تفكر حتلقى الإجابة، ما حد يكن الإجابة، انت جاوب الإجابة. بين الواقع والإعلام فجوة، داخل الاستوديو بالخلف توجد خمرة تعرض لنا كذبة على أساس إن حقيقة، والحقيقة الموجودة ما توجد الحقيقة. اتذكر إن قدوة كسبت ثروة، لكن لو مت بكرة شولة.